السلام عليكم. نبداو بهذه. وتتم عملية الاحتيال عن طريق دفع فوائد للمستثمرين الأقدم من أموال المدخرين الجدد، وإيهام الناس بأنها أرباح وفوائد أموالهم، ووعد عملائه بنسبة أرباح تصل إلى 50% في غضون 45 يوما، و100% في غضون 90 يوما، عن طريق شراء الكوبونات البريدية في بلدان مختلفة وبيعها وإنجاز لها في القيمة الإسمية في الولايات المتحدة، باعتبار ذلك شكلا من أشكال التحكيم. ومع مرور الوقت أصبح دخله لا يقل عن 250 ألف دولار يوميا في عام 1920. في الاول الا قريت عليكم هذه دوك جوج سطور الاولين غتحسبوني كنقرا على السريده او النصاب ديال اكادير. العمليه اللي قام بها ديال النصب وهي عمليه قديمه بزاف، كترجع الاصول ديالها 1920. اول واحد قام بها هو هاد الخينا هذا، تشارلز بونزي اللي في العشرينات من القرن اللي فات كان كيجمع الاموال من الناس، وكان كيوعدهم بنسبه ديال الارباح في 45 يوم اللي كتجاوز 50%. وبهكذا يعني كيفاش كان كيخدم؟ هو كيخدم بانه العملاء القدام اللي بداو معاه كيجيبوا ليه عملاء جداد، وفاش كيخلصوا العملاء الجداد كياخذ من الفلوس ديالهم وكيعطي للعملاء القدام. يعني حتى حاجه ما كتستثمر، كلشي هكذا في كذوب، كياخذ من هذا وكيعطي لهذا، وباش ما كيجيبوا ليه العملاء بزاف، باش ما كيدخل فلوس بزاف، وباش ما كيخلص العملاء القدام. وهكا كتنتشر الفكره بانه راه الانسان راه كيستثمر الفلوس وكيخلص بزاف ديال الفلوس الناس اللي كيستثمروا معاه. اجيو نشوفوا هاد البونزي سكيم هادي اشنو قالوا عليها. السؤال اللي شفته هو داك بيرني ميدوف اللي دار نفس القضيه، وهي انه دار واحد الشركه ديال الاستثمار في وول ستريت، وكان كياخذ من عند الناس كيقول لهم بان انا غادي نستثمر لكم الاموال ديالكم وغادي تاخذوا واحد النسبه اللي كبيره بزاف، اللي خياليه، اللي ما يمكنش. الناس تاقوا فيه وبقى كيستثمروا معاه لغايه ما وصلوا مع تقريبا شي 60 مليار ديال الدولار. والقضيه ديالو تفضحات في الازمه ديال 2008. من بعد راه عرفتوا الحكايه ديالو انه تم القبض عليه وتحكم 150 سنه. يعني بكل بساطه انه السريده قرا القضيه هذه، دخل اونلاين، مشى لويكيبيديا ولا شوف شنو دار، شاف القضيه قرا عليها ديال بونزي سكيم او داك الاحتيال الهرمي. بانه جاب دوك كيسميوهم هما دوك الوكلاء على ما كنظن، وخلصوا واحد القدر ديال 2500 درهم شويه من واحد جوج سيمانات، وهو يرد لهم واحد 5000 درهم شي حاجه بحال هكا. اكتسب الثقه ديالهم وقال لهم انهم يجيبوا لي عملاء جداد. فاش كيجيبوا لي عملاء جداد كياخذ من دوك العملاء الجداد وكيعطيهم هما، وكيبقى ديك الشبكه كتكبر، داك الهرم كيكبر كيكبر كيكبر، وكياخذ من هذا وكيعطي هذا، كياخذ من هذا وكيعطي هذا، حتى كيتوقف داك المدخول ديالو. فاش وقف المدخول ديالو شنو كيدير؟ كيجمع ديك الفلوس كلهم اللي شاطوا ليه وكيعلق. هذا هو يعني باختصار القضيه ديال رضا كيفاش دايره ومنين جات.
$420,000, which today equates to $5.1 million. And it turns out he only ever bought $30 worth of stamps. What used to be called a Ponzi scheme is now better characterized as a Madoff scheme. Bernie Madoff ran a similar scheme in the 90s that became the biggest investment fraud in Wall Street history. The biggest Ponzi scheme in history. Giant Ponzi scheme. One of Wall Street's biggest scandals. one of the biggest swindles of all time. What the heck went on? He baited clients into paying him with a made-up investment strategy that he was guaranteeing to pay high returns. He would then deposit all of his clients' money into a bank account. Meanwhile, he would show investors false reports that showed they were making money, and if any of them wanted out, he'd pay them with money from the group account. The fraud ran until 2008, when the market went into a recession. The fraud's fund's final statement showed it had $64.8 billion. His sons turned him into the authorities when they figured it out. We knew right away that was our only course of action. Bernie Madoff was sentenced to 150 years behind bars, the maximum sentence for one of the biggest swindles of all time. And that's not where financial fraud stopped. From 2008 to 2013, there were over 500 Ponzi schemes involving over $50 billion. A former Delray Beach City Commissioner, Prominent and well-connected attorney. one half of the Boomer and Carton program, was arrested this morning. يعني من بعد ما تم القبض على بيرني مايدوف في 2008 من 2008 ل 2013، يعني كانت تقريبا شي 50 عمليه ديال النصب ديال هاد البونزي سكيم. القضيه اللي دار السريده في اكادير ولا في المغرب بصفه عامه. يعني الناس هنايا في الميريكان واخا القضيه بدات عندهم في 1920، راه مازال الناس كيطيحوا ضحايا لهذا الشيء هذا. و الناس دابا في المغرب يلاه كيوصلوهم شي حوايج اللي كانوا داروا في شي دول اخرين ولاو متجاوزين، كياخذوهم هما كيبداو كيستعملوهم كينصبوا على عباد الله في المغرب. And charged in a Ponzi scheme. The SEC and FBI White Collar Crimes Division investigate these crimes. But how can you spot one? Well, there are resources you can use. The Association of Certified Fraud Examiners offers a fraud prevention checkup, and you can listen to the Fraud Talk podcast and read Fraud Magazine to stay informed. But generally speaking, you should be wary of anyone who promises high returns with little risk or who won't divulge their investment strategies, as well as anyone that shows you consistent returns despite market conditions. يعني في الختام كيقول لك الا بغيتي يعني تعرف شي واش باغي ينصب عليك في هذه القضيه ديال الاستثمار في البورصه ولا الاستثمار في الاسهم، يعني فقط كتسول راسك واحد السؤال، كتشوف النسبه ديال الارباح اللي كيوعدك بها والمده اللي كيوعدك بها انك غادي تدخل داك النوع ديال الارباح. وغالبا كتكون القضيه الا شتي كيقول لك غادي ندخل واحد النسبه ديال 50% ديال الارباح ولا 100% ولا 150%، تما عارف راسك مع نصاب، لانه راه ما كاينش شي انفيستمون اللي كتقدر ديرو في البورصه تشري وتبيع الاسهم وتربح فيه بداك الشكل هذاك. كاينه قضيه واحده اللي كيديروها الناس هنا بحال دابا اللي خيتي ديك الزوجه ديال رضا، كان داك الاوديو ديالها اللي كنسمع بانها كتقول انها كنشريو الاسهم من ابل ديال ابل وكنشريو الاسهم ديال تيسلا وكنشريو الاسهم ديال كذا وكذا. يستحيل لو كان ايلون ماسك مول تيسلا الاسهم ديالو كيجيبوا ليه 50% ديال الارباح في 15 يوم ولا 3 ديال السيمانات، لو كان راه يعني الثروه ديالو اللي غتكون عنده غتكون واحد الحاجه خياليه ما كتدخلش للدماغ. الا جاب لك واحد الانفستمنت في الاسهم غير 7% او لا 6%، يعني في المده ديال سنه، يعني راه ما تقولها حتى شي واحد. ولا بغيت انفيستي في الاسهم كاين جوج ديال الانواع، كاين واحد النوع اللي دوك بيني كيتسموا دوك بيني شي نتسد عليا السميه ديالهم. وكاين عاوتاني داك لونغ تيرم اللي كتانفيستي في الميوتوال فون اللي كيانفيستيو فيهم بزاف الامريكيين، اللي كتانفيستي في داك اس ام بي 500. مع كاين الشركات اللي يعني معترف بهم خدامين واحد المده اللي هي طويله، ولكن كيقول لك الانفستمنت ديالك غادي يكون على واحد المده طويله، على 25 عام على 30 عام. هذيك الساعه كتشوف
يعني واحد الارباح ديالك وداكشي مع الماركت كيطلع وكيهبط، ولكن في الاخر الا انفيستي على واحد المده طويله يلاه الا كان عندك الزرع يجي ديك 7% ولا 8%. هذا ما كان. كنتمنى لكم يعني اي واحد جا وعدكم بواحد الحاجه تحاولوا ديروا البحث ديالكم وتحاولوا الانسان شويه يكون عنده واحد الكريتيكال مايند اللي تولي كتفكر وكتميز، ماشي غير شي واحد يجي يقول لك واحد جوج كلمات زوينين وينصب عليك وانت صافي يعني تسمح في كل شيء وتقول لي يعني تغمض عينيك وتقول راه صافي غادي نمشي معاه وغادي is gonna make me rich. You cannot get rich overnight. السلام عليكم، كنتمنى لكم تكونوا بخير. تهلاو.